لماذا تفشل الشركات اليابانية؟ اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم، أكثر من 10,000 شركة فيها ستغلق أبوابها بنهاية 2024، وهو أعلى معدل إفلاس منذ أكثر من عقد. في شهر نوفمبر وحده أفلست 841 شركة، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية العام إلى أكثر من 9,000 شركة، متجاوزا إجمالي إفلاسات عام 2023 بالكامل. لكن لماذا يحدث ذلك؟ ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تحمل التكاليف، إضافة إلى أن الاقتصاد الياباني يعاني من تباطؤ في الاستهلاك المحلي، مما أثر بشكل كبير على قطاعات مثل التجزئة والخدمات. وما يزيد الطين بلة، بنك اليابان يدرس رفع أسعار الفائدة، مما يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات التي تعاني بالفعل. لكن اليابان ليست وحدها في هذا الوضع. حالة الإفلاس حول العالم ارتفعت بنسبة تجاوزت 9% في 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 11% بنهاية العام، وفقاً لألاينز ريسيرش. فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ستتصدر العالم من حيث عدد الشركات المفلسة بأكثر من 67 ألف شركة. فإذا كان هذا يحدث في أكبر الاقتصادات في العالم، فماذا عن البلدان الأخرى؟